تخيل انك نمت النهارده عادي وصحيت لقيت نفسك في سنة 1850. نفس جسمك ونفس عقلك، بس العالم اللي حواليك اتغير. مفيش مضاد حيوي ولا تخدير ولا أشعة، مفيش حتى فكرة ان الجراثيم موجودة. خربشة بسيطة في صباعك ممكن تموتك، التهاب في اللوز ممكن يخلص عليك في اسبوع، ولو ابنك اتولد بسكر من النوع الاول غالبا مش هيكمل سنه، ولو مراتك حامل فاحتمال موتها وهي بتولد اعلى بكتير من اي حاجه تتخيلها دلوقتي. الكلام ده مش فيلم خيالي، ده كان الوضع الطبيعي اللي عاش فيه اجدادنا لالاف السنين. والسؤال اللي هيشغلنا النهارده، ازاي البشر خرجوا من الكابوس ده وازاي بقينا نعيش ضعف اللي كانوا بيعيشوه؟ وهل الصحيح ان الطب مؤامره وتجاره زي ما الناس بتقول؟ استنى معايا للاخر، لان في ارقام هتشوفها في نص الفيديو هتخليك تبص للموضوع كله بشكل مختلف تماما. انا مش هنا عشان اقول لك ان الطب معصوم او صدق كل كلمه بيقولها اي دكتور، وفي نفس الوقت مش هنا عشان اهاجم نظام غذائي او شخص بعينه. احنا هنعمل حاجه اصعب واهم، هنحكي القصه بالارقام ونفهم المنهج العلمي بيشتغل ازاي وليه بيغير رايه احيانا، وهل ده قوه ولا ضعف. في الفيديو ده هنعرف 3 حاجات. الاولى، الدنيا كانت شكلها ايه قبل الطب الحديث، والثانيه ازاي اكتشافات معدوده قلبت الموازين وانقذت مليارات البشر، والثالثه ودي الاهم، ازاي تفرق بين العلم الحقيقي والكلام الفاضي اللي بيتباع لك على السوشيال ميديا. خلي بالك من الجزء اللي هنتكلم فيه عن ازاي بيتصنع الدواء، لان النقطه دي بتفرق بين اي واحد بيفهم وواحد بيفتي. تعال نبدأ برقم. متوسط عمر الإنسان على مستوى العالم سنة 1800 كان أقل من 30 سنة، دلوقتي بقى فوق ال 73 سنة، يعني احنا فعليا بنعيش أكتر من الضعف. وفي سنة 1800 مفيش ولا دولة واحدة في العالم كان متوسط العمر فيها فوق ال 40 سنة. أعلى دولة كانت بلجيكا ب 40 سنة بس الرقم المرعب الحقيقي ما كانش في الكبار، كان في الأطفال. على مدار معظم تاريخ البشرية حوالي نص الأطفال كانوا بيموتوا قبل ما يوصلوا سن البلوغ، وفي سنة 1800 أكتر من ثلث الأطفال كانوا بيموتوا قبل ما يوصلوا 5 سنين. يعني الام اللي كانت بتجيب 6 أو 7 عيال كانت بتدفن 2 أو 3 منهم وهم صغيرين. ده ما كانش استثناء، ده كانت قاعده اللي عاش بيها كل الناس. حتى الولاده نفسها كانت معركه. سنه 1900 كانت بتموت ما بين 300 ل 1000 ام من كل 100,000 ولاده. في امريكا لوحدها الرقم كان حوالي 850 ام من كل 100,000. دلوقتي في الدول المتقدمه الرقم بقى ما بين 10 و20 بس، يعني انخفاض بنسبه حوالي 99%. جرح بسيط، عمليه من غير تخدير، ولاده متعسره، عدوى في الصدر، كل دي كانت احكام اعدام محتمله. مفيش عنايه مركزه ومفيش نقل دم ومفيش مضادات حيويه. ده هو العالم اللي خرجنا منه. طب ازاي خرجنا؟ ما كانش في دوسة زرار واحده، كانت سلسله اكتشافات كل واحد بنى على اللي قبله. الاول الناس فهمت جسم الانسان من جوه عن طريق التشريح، بعدين اكتشفنا الدوره الدمويه والقلب بيشتغل ازاي. لكن اكبر نقله كانت فكره بسيطه وصادمه، ان في كائنات صغيره مش شايفينها اللي هي الجراثيم هي اللي بتسبب الامراض. وساعتها بدأ التعقيم وبدأ التخدير، فالعمليات بقت ممكنة من غير ما المريض يموت من الألم أو العدوى. وبعدين جت الأشعة فبقينا نشوف جوه الجسم من غير ما نفتحه، وبعدها المضادات الحيوية واللقاحات. كل خطوة من دول قلبت الدنيا. بس عشان تفهم القصة صح لازم نفهم الأداة اللي عملت كل ده، المنهج العلمي. العلم مش رأي دكتور كبير، العلم طريقة بتبدأ بملاحظة وبعدين فرضية وبعدين تجربة، بعدين ناس تانية تراجع شغلك وتعيد التجربة، وبعدها تجارب سريرية على بني آدمين بقواعد صارمة. خلينا احكي لك أجمل قصة بتوضح ده. في نص القرن ال19 في أكبر مستشفى ولادة في العالم في فيينا كان في قسمين، قسم بيموت فيه أمهات كتير جدا وقسم تاني نسبة الموت فيه قليلة. ليه؟ دكتور هناك لاحظ إن الأطباء بيشرحوا جثث وبعدين بيكشفوا على الحوامل من غير ما يغسلوا إيديهم. جرب فكرة بسيطة، خلاهم يغسلوا إيديهم، الوفيات نزلت بشكل مرعب. ده كان تقريبا اول تجربه علميه انقذت الاف الامهات قبل ما حد يعرف حتى ان الجراثيم موجوده. وهنا نقطه مهمه جدا لازم نفهمها، ان العلم يغير توصياته مش معناه انه فشل، ده بالظبط دليل انه بيشتغل صح. لما يظهر دليل اقوى العلم بيصحح نفسه، ده مش عيب، ده اعظم ميزه فيه. عشان كده دراسه واحده لوحدها ما تبنيش عليها قرار، لازم دراسات كتير واحجام عينات كبيره ومراجعات بتجمع كل الادله مع بعض. ولما تلاقي دراستين متعارضين ده طبيعي، المهم هو وزن الادله كلها مش قصه واحده شفتها. قبل سنه 1921 الطفل اللي كان بيتصاب بالسكر من النوع الاول كان حكمه الموت. العلاج الوحيد انهم كانوا يجوعوه اكل يوصل احيانا ل 500 سعر حراري في اليوم عشان يكسبوا شويه شهور، والطفل كان بيدبل قدام عينيهم. سنه 1921 في جامعه تورونتو الدكتور فريدريك بانتنج ومساعده تشارلز بيست في معمل العالم ماكلويد نجحوا يستخرجوا الانسولين. وفي 11 يناير سنه 1922 طفل عنده 14 سنه اسمه ليونارد تومسون كان بيموت في المستشفى. بقى اول انسان ياخد حقنه انسولين خلال يوم واحد. السكر العالي القاتل في دمه نزل لمستويات شبه طبيعيه. تخيل المشهد، اطفال كانوا مستنيين الموت رجعوا للحياه. القصه دي في الوقت ده كانت معجزه. سنة 1923 بانتنج وماكلويد ياخدوا جايزة نوبل وقسموا فلوسها مع بيست وكوليب، ومن وقتها الانسولين انقذ ملايين البشر اللي عايشين بينا
دلوقتي بسببه. الضغط العالي ما بيوجعش، عشان كده بيسموه القاتل الصامت، بيفضل سنين شغال في الهدوء لحد ما يعمل سكتة دماغية أو فشل كلوي أو فشل في القلب. أدوية الضغط اللي بقت رخيصة ومتاحة منعت ملايين السكتات والوفيات اللي كانت زمان حتمية. سنة 1928 عالم اسمه ألكسندر فليمنج في لندن رجع من أجازة لقى طبق بكتيريا تلوث بفطر، والفطر ده قتل البكتيريا حواليه. ده كان البنسلين، أول مضاد حيوي حقيقي. فليمنج اكتشفه وفلوري وتشين طوروه وخلوه دواء قابل للإنتاج بكميات كبيرة في الحرب العالمية الثانية، وأخدوا نوبل سنة 1945. قبلهم الجندي كان بيموت مش من الرصاصة، من العدوى بعدها. المضادات الحيوية غيرت ده تماما. خد الرقم ده ببطء، مرض الجدري لوحده قتل حوالي 300 مليون إنسان في القرن العشرين. 300 مليون، وبعدها لأول مرة في التاريخ البشرية محت مرض من على وش الأرض بالكامل. في 8 مايو 1980 منظمة الصحة العالمية أعلنت رسميا أن العالم اتحرر من الجدري، أول وآخر مرض بشري يتم القضاء عليه نهائيا. شلل الأطفال سنة 1988 كان بيشل حوالي 350 ألف طفل كل سنة في أكتر من 125 دولة. النهاردة نزل بنسبة أكتر من 99%، ومتبقي في دولتين بس، وفي حوالي 20 مليون إنسان بيمشي على رجليه دلوقتي كان المفروض يبقى مشلول. والأهم، دراسة كبيرة نشرتها ذا لانست 2024، مجلة قدرت أن برنامج التطعيم العالمي أنقذ حوالي 154 مليون روح من سنة 1974. 95% منهم أطفال تحت ال5 سنين. لقاح الحصبة لوحده مسؤول عن إنقاذ حوالي 94 مليون منهم. سرطان الدم عند الأطفال، اللوكيميا الليمفاوية الحادة قبل الخمسينات كان مرض قاتل بنسبة شبه كاملة. في الستينات نسبة النجاة ل5 سنين كانت أقل من 10%. النهاردة في الدول المتقدمة النسبة بقت حوالي 90%. تخيل، طفل كان حكمه الموت المؤكد بقى عنده 9 من 10 فرصة إنه يعيش ويكبر. كورونا فكرتنا بحاجة كنا ناسيينها، إن الوباء ممكن يقلب الدنيا في أسابيع. منظمة الصحة العالمية قدرت أن العدد الكامل للوفيات المرتبطة بالجائحة المباشرة والغير مباشرة في سنة 2020 و2021 كان حوالي 14.9 مليون إنسان. في عز الأزمة المستشفيات اتخنقت والأطقم الطبية اشتغلت لحد ما وقعت، وناس كتير ماتت مش من الفيروس نفسه، لكن لأن النظام الصحي كان مكسور تحت الضغط. ونقطة مهمة، التوصيات اتغيرت أكتر من مرة. ناس قالت شفتوا هم مش عارفين حاجة. لا، ده العلم بيشتغل في الوقت الحقيقي قدام عينك أول ما يظهر دليل جديد. الكلام بيتعدل، ده مش تخبط، ده أمانة. العلم مش كتاب مقفول اتكتب مرة واحدة وخلاص. العلم كائن بيتعلم كل يوم. عشان تقدر تحكم على الموضوع لازم تعرف الرحلة. الدواء ما بينزلش الصيدلية بالصدفة، بيمر بمراحل: اكتشاف في المعمل، وبعدين تجارب على خلايا وحيوانات، وبعدها 3 مراحل من التجارب السريرية على بني آدمين. الأولى للأمان، والثانية للجرعة والفاعلية، والثالثة على آلاف الناس. وبعد كل ده هيئة رقابية بتراجع، وبعد ما ينزل بيفضل تحت المراقبة. خد الرقم اللي هيفاجئك. تقدير قال ان تطوير دواء واحد ناجح بيكلف حوالي 2.6 مليار دولار، وبياخد اكتر من 10 سنين. واهم من الفلوس، حوالي 90% من الادوية اللي بتدخل التجارب بتفشل قبل ما توصل. وللامانة العلمية في دراسات تانية احدث في سنة 2025 قدرت ان التكلفة اقل من كده بكتير، في حدود 700 مليون ل 1.3 مليار. الرقم بيختلف حسب طريقة الحساب ونوع المرض، بس الخلاصة اللي الكل متفق عليها، تطوير الدواء رحلة طويلة ومكلفة ومليانة فشل قبل النجاح. عشان الفيديو ده يبقى امين لازم اقولك الوش التاني. في اخطاء طبية، في ادوية اتسحبت من السوق بعد ما ظهرت اضرارها، في احيانا تضارب مصالح مع شركات. بس خلي بالك من المنطق ده، وجود اخطاء مش معناه ان الطب كله غلط. بالعكس، اللي بيكتشف الاخطاء ويسحب الادوية ويحاسب هو العلم نفسه ونظام الرقابة. الطيران فيه حوادث، بس محدش بيقولك بطل تركب طيارة. اللي بيكتشف سبب الحادثة ويصلحها هو نفس المنظومة. نقطة لازم نتكلم فيها باحترام مش بسخرية، فقدان الثقة مش بيجي من فراغ. في ناس عدت بتجربة شخصية وحشة مع دكتور أو مستشفى فعممت الإحساس على الطب كله. السوشيال ميديا بتنشر المعلومة المغلوطة أسرع 10 مرات من الصحيحة، لأن المثير بيتشاف أكتر. ناس كتير مش فاهمة الدراسات بتشتغل إزاي، فبتفتكر إن تغيير التوصية معناه كذب. وفي فعلا حالات استغلت فيها شركات أو أشخاص ثقة الناس عشان يبيعوا. ده موجود ومش هننكره، بس في فرق بين انك تبقى ناقد وواعي وبين انك تصدق ان آلاف العلماء والأطباء حوالين العالم كلهم متفقين على مؤامرة واحدة. الحكم الصح بيتبني على وزن الأدلة كلها، مش على قصة فيديو واحدة أو دراسة معزولة.
تعال نرجع لأول الفيديو. تخيل لو الطب الحديث اختفى بكرة الصبح، هيرجع موت الأطفال وموت الأمهات في الولادة والموت من خربشة بسيطة، ومرضى السكر اللي مش هيلاقوا انسولين، ومرضى الضغط والقلب، والعمليات اللي بقت روتين هترجع كابوس. هنرجع لسنة 1850 اللي بدأنا بيها. الطب مش كامل والعلم مش معصوم، بس الطب الحديث مع تحسن التغذية والصرف الصحي واللقاحات والصحة العامة كان من أهم الأسباب اللي رفعت متوسط عمر الإنسان من أقل من 30 لفوق ال 73، وقللت وفيات الأطفال من حوالي النص ل 4% بس. ده مش رأي، ده موثق بالأرقام اللي هتلاقيها في المصادر. والناس اللي عملت ده ما قضوش سنين عمرهم في المعامل والتجارب الفاشلة عشان الشهرة، عملوا كده عشان شغلهم بينقذ أرواح. دواء واحد ممكن ياخد منهم 10 سنين وآلاف المحاولات الفاشلة قبل ما ينجح مرة. فمن غير مبالغة ومن غير تقديس، شكرا للأطباء والممرضين والباحثين والعلماء وفرق الإسعاف وكل اللي بيشتغل في الرعاية الصحية. انتوا أحد أعظم إنجازات البشرية وهي بتحارب الموت. لو الفيديو ده أضاف ليك حاجة ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك، واكتب لي رأيك في التعليقات. شكرا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.